إذا أعجبك الفيديو، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس تشجيعاً لنا لنشر المزيد. وجه وليد مدرب منتخب المغرب رسالة شديدة اللهجة لعبد الرزاق حمد الله بعد المباراة الودية أمام الرأس الأخضر، والتي انتهت بالتعادل من 0-0. وقال وليد إن حمد الله لم يقدم المستوى المطلوب، مضيفاً بالقول: كنت أتمنى منه أن يعطي أكثر ويقدم تلك الإضافة الهجومية، لكنني ما زلت أؤمن به، وعليه يغتنم الفرصة التي تتاح له. يواجه المنتخب المغربي نظيره منتخب جنوب إفريقيا السبت القادم على ملعب سوكر سيتي في جوهانسبورغ ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس إفريقيا. وكشف مصدر قريب من تدريبات المنتخب المغربي أن المدرب وليد يعتزم القيام بتغييرات هامة في مواجهة منتخب جنوب إفريقيا، من أبرزها إعادة الحارس ياسين بونو للدفاع عن عرين منتخب المغرب، مع عودة القائد رومان سايس ويوسف النصيري للظهور أساسيين، فيما يفاضل الجهاز الفني بين يوسف مالح لاعب وسط تشي الإيطالي وإلياس شاعر صانع العاب من أجل تعويض سفيان أمراط بوسط الميدان.